أهلا بكم متابعي الكرام إلى هذه الحلقة. هذا شرف عظيم لي وكنتمنى أنني نسافر في هذا الطريق في يوم من الأيام. شكرا للعاهل المغربي الملك محمد السادس. هذه هي الكلمات اللي عبر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره وامتنانه للعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أطلق اسم الرئيس دونالد ترامب على الطريق الرابطة بين تيزنيت والداخلة بالصحراء المغربية. هذه الرسالة تم بثها أو نشرها على تروت سوشيال، يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو كيشكر أو الرئيس دونالد ترامب كيشكر ملك المغرب بعد ما أطلق اسم الرئيس دونالد ترامب على واحد من أضخم محاور الطرق في أفريقيا. نتحدث عن طريق الرابطة بين تيزنيت والداخلة، 1055 كيلومتر، أصبحت الآن تعرف باسم طريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا هو الاسم الذي أعطي أو أطلق لهذه الطريق، ولكن اللي خصنا نفهمه أن هذا الطريق راه ماشي غودرون أسفلت، لا، اللي كيظن هكاك فهو مخطئ، بل هي وثيقة سياسية مكتوبة على الأرض كتلخص واحد من أقوى التحالفات الاستراتيجية في العالم بين الولايات المتحدة والمغرب. بزاف ديال الناس كيشوفوا هذه التسمية من زاوية ضيقة، كيسحاب لهم أن مجرد مجاملة سياسية أو دبلوماسية أو رد جميل بروتوكولي، ولكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. نعم، أعمق من ذلك بكثير. في السياسة الدولية كيف كتعرفوا ما كيتعاملوش بالعواطف، كنتعاملوا بلغة المصالح والجيوستراتيجية. الولايات المتحدة والمغرب كيربطهم ميثاق سلام وصداقة غير منقطع النظير منذ 1786 للميلاد. نعم، واليوم هذا التحالف وصل للذروة ديالو، حيث كاين تطابق كامل في المصالح الحيوية ديال البلدين. أمريكا كتشوف في المغرب البوابة الاستراتيجية الوحيدة المستقرة اللي كتمهد لها الدخول إلى أفريقيا والمحيط الأطلسي، والمغرب اليوم كينظر للولايات المتحدة على أنها الضامن الدولي الأول والشريك الأول لحماية وحدته الترابية وتحديد ترسانته العسكرية. لغة التوازنات الاستراتيجية، لغة المصالح، هذه هي العلاقات الدولية. العلاقات الدولية تبنى ماذا سآخذ وماذا سأعطي، لا أقل ولا أكثر، ماذا سأربح، لكن هي شراكة رابح رابح. بالنسبة في هذه الحالة هي رابح رابح 100%. من اللي خذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار التاريخي والجريء بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، هذا الشيء ما كانش حبر على ورق. هذا القرار قلب الطاولة على الخصوم وحسم المعركة الدبلوماسية بشكل قطعي لصالح المغرب. أمريكا ترجمت هذا الاعتراف لواقع ملموس، وهذه من حسنات الرئيس دونالد ترامب أنه رئيس يقول ويفعل. حولتها إلى واقع ملموس داخل مجلس الأمن بصفتها صانعة القرارات في الأمم المتحدة أو حاملة القلم. وقفات كالحائط الصد المانع أمام كل المحاولات التشويش اللي كانت هذيك الساعة كتقاد على مقترح الحكم الذاتي. بل الأهم من هذا الشيء هو هذا الاعتراف أنه فتح الباب لتشجيع الاستثمارات الأمريكية الكبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة. ومؤخرا تم توقيع مذكرات تفاهم لاستكشاف المعادن الاستراتيجية الحيوية في السواحل الأطلسية للصحراء المغربية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب. الشيء اللي غادي يربط الأمن القومي الاستراتيجي، يعني
الاقتصادي للولايات المتحدة باستقرار هذه المنطقة تحت السيادة التامة والنهائية للمملكة المغربية. أما إلى جينا نتكلموا على الجانب العسكري فالعلاقات واصلة لمرحلة غير مسبوقة بين أمريكا والمغرب. أمريكا هي المورد الأول والأساسي للسلاح للقوات المسلحة الملكية المغربية بصفقات نوعية من طائرات الاف 16 والاباتشي حتى لأنظمة الدفاع الجوي المتطورة تاد إلى غير ذلك. والموضوع يعني ما بقاش غير شراء سلاح، بل دخلنا إلى خارطة الطريق العسكرية بين الولايات المتحدة والمغرب ل 26 36 أو 2026 2036 اللي تجمعت فيها القيادات العسكرية في البلدين في واشنطن. هاد الشراكة الجديدة كتركز على التصنيع العسكري المشترك، بحيث المغرب غيولي مركز إقليمي لشركة لوكهيد مارتن المتخصصة في صناعة الأسلحة وأجزاء الطائرات المقاتلة. أمريكا صبحت كتعرف باللي أمن أفريقيا والساحل ومحاربة الإرهاب لا مناص من أن يكون المغرب قوة. المغرب هو الضامن للأمن والاستقرار في المنطقة ديال إفريقيا والساحل، ومحاربة الهجرة السرية مستحيل ينجح كل ما ذكرناه دون أن يكون هناك جيش مغربي قوي. في النهاية هذا الطريق السريع اللي دشنو المغرب ميزانية فاقت 10 مليار ديال الدرهم، واليوم كيحمل اسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، هو شريان الحياة للمبادرة الملكية الأطلسية اللي غادي تربط بين دول الساحل الافريقي بالعالم. افريقيا كلها غتولي تجي من هذاك الطريق باش تدوز لاوروبا. يعني راه واحد المشروع استراتيجي قوي عظيم. اذا احنا بصدد قصة ديال تحالف استراتيجي رابح بين أقدم ديمقراطية في العالم وأقدم مملكة اعترفت بها في العالم. شراكة مبنية على القوة، الوفاء، الوعود اللي كتنفذ، ماشي غير كتخرج وإنما كتنفذ على الأرض. إذا هذا تحالف استراتيجي بين واشنطن والرباط أكيد سيكون له ما بعده. إلى هنا كتنتهي هذه الحلقة لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى حلقة قادمة بحول الله.